مشاهدينا مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامجكم الاجتماعي قريب منك. في حلقة اليوم نتعرفوا على موهبة صاعدة في رياضة التايكواندو وصفة البطلة الوطنية التايكواندو الشاطئية من مدينة أكادير، واللي الهدف ديالها تمثيل مدينة طنطا أحسن تمثيل في البطولات المحلية والوطنية. لنقترب أكثر من هاجر الرزق. السلام عليكم، هاجر الرزق عمر 16 سنة. مرحبا بكم عندنا في لاصال ديالنا. المستوى الدراسي ديالي كنقرا في اولى باك علوم تجريبيه بمدرسه ابن بطوطه. كنوافق ما بين المدرسه ولونطريمون ديالي. اذا دابا ما يمكنش تفرغ لونطريمون وتخلي القرايه، وما يمكنش تمشي للقرايه وتخلي لونطريمون. اذا دابا الاستاذ ديالي واحد البرنامج شاق، اذا كندير البرنامج اون طون كنمشي للمدرسه وكنقرا، وهذا الشيء بالاذن ديال ولي الامر ديالي. وهذا الفضل كله كيرجع للاستاذ ديالي استاذ عبد الباسط المجاهد، ووالديا اللي كيعاونوني ماديا ومعنويا، والاخت ديالي والصديقات ديالي، والاخ ديالي اللي عندي علاقه معاه حميمه بزاف، اللي ما حسنش لي يحضر معنا دابا. هادو بعد الجوائز اللي حققتهم فاش كنت كنشارك في البطولات الوطنية والدورية. كاينين جوائز فردية وكاينين جوائز جماعية، اللي منهم كأس الأخير اللي حصلنا عليه في مدينة تيزنيت أنا والفريق الإناث اللي معايا، وبعض الشواهد اللي حصلت عليهم في بطولات ديال دوريات وبطولات وطنية، وميداليات منها ذهبية وفضية وذهبيات. التلميذة هاجر الرزق هي من التلميذات اللي عزاز عندي، لأنها كانت تقريبا منذ النعومة ديالها، من الصغر ديالها كما قلنا تقريبا عندها 4 سنين ونص 5 سنين، ومواظبة على الرياضة، وعندها واحد الشغف وعندها واحد الطموح اللي الحمد لله هي بحرا بادية في المسيرة ديالها، ولكن الحمد لله بهذه الطريقة باش غادية وباش منظمة البرنامج ديالها، واللي يعني الحمد لله يعني غيكون خير فيما قدام ان شاء الله سبحانه وتعالى. واللي فرحني فيها اكثر ان المستوى الدراسي ديالها غادي مزيان، وهذا كيرجع الفضل ديال الوالدين ديالها اللي يعني ديما حاضرين معها في اي نشاط، في اي رياضه، في اي بطوله كنديرها، ما عمر كنعطيها راه بالعكس.
جمعية الصداقة هي يعني من الجمعيات القدام يعني في منطقة إقليم طنطان، اللي تأسست سنة 1997 وزعما يعني من بين الألقاب ديالها يعني 4 مرات كأس العرش الصعد الجهوي، وعندنا يعني نحاسيات في ديال بطولة المغرب، و بزاف الالقاب لا في الصغار ولا في الشبان ولا في الكبار. وكما قلنا عندنا نسبه الاسد في الالقاب هما اللي يعني الاناث، واللي يعني الاناث ديما ديال جمعيه الصداقه معروفين على الصعيد الوطني، ديما الحمد لله كنحققوا نتائج. واللي من اخرهم كما قلنا يعني المرتبه الاولى في بطوله تيزنيت ولنا بطوله مكناس، ويعني اللي كانت رطب بين الرابعه والخامسه، يعني اللي هما اللي غيشاركوا اللي كانوا مشاركتهم لاول مره، وان شاء الله كاين خير قدام ان شاء الله. من هذا المنبر كنحاول نوجه رساله لجميع الشبان والفتيان والفتيات باش يحاولوا يواظبوا على الرياضه، لان الرياضه كتساعد بزاف في الحياه الشخصيه، وكتساعد على تكوين الشخصيه، وكتساعد حتى على الدراسه. الانسان ملي كيمشي للرياضه وكيمشي لقاعه النادي كيمشي لبلاصه يعني نقيه وكيتلاقى مع ناس نقيين. كما تعرفوا عالم الرياضه راه يعني عالم كله الحمد لله نقي، وكما تنقولوا الروح الرياضيه وكنقولوا العقل السليم في الجسم السليم. وكنحاول نوصل بزاف باش لان هي عاد باديه وتحاول تواظب اكثر، ومازال عندها الخدمه ان شاء الله، ولكن الاهم هو الدراسه. بالنسبة لهاجر بنتي، هي الصغيرة آخر العنقود، ومن صغرها وهي شغوفة بهذه الرياضة، وأنا كنتمنى لها مسيرة جيدة وبالتوفيق وفي الدراسة، وكتحاول توفق بين الدراسة والرياضة تاعها. والفضل الكبير كيرجع للأستاذ عبد الباسط وجمعية الصداقة في طنطان، والله يوفقها في الدراسة، وكنتمنى لها مسيرة جيدة بالتوفيق، والله يسهل عليها والله يسهل على الجميع. هاجر صديقة عندها واحد الروح مرحة، كتبغي السبور، كتحاول ما أمكن أنها توفق ما بين لونطريمون ديالها والقرايه. كنقول لها الله يوفق في المسيره ديالك، لا الرياضيه ولا الدراسيه. بهذه المناسبة كنشكر الوالدين ديالي، وكنشكر الأستاذ ديالي، وكنشكر العائلة الصغيرة والكبيرة ديالي، وكنشكر كاع الأطر ديال التعليم ديالي، وكنشكر المؤسسة ديال المقار اللي مشجعاني ومدعماني في كل موسم كنشارك فيه، كيشجعوني وكيدعموني، كيستضيفوني، اللي نقدر نقول كاع بسببهم نكون شي شامبيونا، ولا بالفضل المجهودات ديالي وبالفضل ديالهم وبالفضل الاستاذ ديالي. اذا كما شاهدتوا كنا في استضافه البطله الواعده هاجر رزق، اللي كنتمناو ليها كل التوفيق. الى امل اللقاء بكم في حلقه قادمه وموهبه جديده. لكم تحيات خليفه العراج ابراهيم مالكي، الى اللقاء.